والله حما يمر بنيامين. لا 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 لا. اللهم بارك. 10 left. 1 2 3 4 5 6. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. كما تابعتم مشاهدينا الكرام والنتائج الطيبة التي حققها وليد الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، إلا أن سقف الطموحات أصبح عاليا بمواجهة المنتخب البرازيلي يوم السبت المقبل بمدينة طنجة بالملعب الكبير. وبطبيعة الحال ونفاذ التذاكر لهذه المباراة التي ستلعب بملعب ممتلئ على آخرها، فكل يطمح لمشاهدة أسود الأطلس بعد نجاحها في نهائيات كأس العالم قطر 2022. فبإذن الله ستكون مباراة تاريخية أخرى هنا بمدينة طنجة. المنتخب المغربي يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد البرازيل للمحافظة على ترتيب وتصنيف الفيفا. فالمنتخب الوطني المغربي ستكون مباراته مباراة قوية، وأغلب اللاعبين حضروا في الحصة التدريبية الأولى، في حين الحصة التدريبية الثانية التي ستكون مفتوحة للإعلاميين يوم الثلاثاء. طبعا هذا اليوم ستكون متاحة للجميع. وعرف الحضور أغلب نجوم المنتخب الوطني حضروا في هذا التربص الإعدادي، وبعد ذلك تم إجلاب العديد من الشباب أبرزهم شادرياض لاعب برشلونة والعديد من الشباب الطموحين. فوليد الركراكي متابعينا الكرام أصبح مهتم بالعديد من الشباب ليعزز كتيبة الأسود بدماء جديدة التي سيكون لها دور فعال في المستقبل. بدون الشك وليد الركراكي له طموحات لتحقيق بطولة كأس إفريقيا 2023 التي ستقوم في الموسم المقبل بالكوت ديفوار. فكل التوفيق لأسود الأطلس في هذا التربص الإعدادي الذي يجرى بمركب محمد السادس ببنين بمعمورة. وكل التوفيق لأسود الأطلس والمزيد من النتائج الطيبة. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب والنشر مع زملائكم. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.